السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم قناه وصفات عزيزه بدون غلطين. مرحبا بكم يا احلى متتبعين متتبعات. نلقاكم اخواتي الفيديو ديالي في احسن الاحوال وبصحه جيده. اخواتي اليوم غنديكم معايا البوزنيقه اللي غادي نلقاو فيها ان شاء الله يعني الابل، وغادي تعرفوا على اخواتي فوائد الصحيه لحليب الناقه. يلا اخواتي بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، وغنمشيو اخواتي يعني مباشره عند صاحب يعني الابل، وعنده هاد يعني هاد المنتوجات هما يعني كيبيعهم. الشاي كما كتشوفوا معايا انواع كاع الشاي اللي عندهم، وكاين حدا اخواتي يعني اواني الفخار. دابا اخواتي غنمشيو عند الابل حليب الناقه. هانتوما كتشوفوا يعني المنتوجات اللي يعني معروضه عنده هنايا: العسل، زيت الزيتون، ماء الزهر، ماء الورد، والعلك الصحراوي. يلا اخواتي يلا معايا دابا غنمشيو عند الابل باش اخواتي يعني يحلب لينا حل من سميتو الجمال، يعني من حليب الناقه. هانتوما كما كتشوفوا اخواتي هنا الصغار ديال الجمال، غادي يخرج يعني واحد صغير ضروري، لانه يعني خصو باش يعني يرضع من الام ديالو، عاده باش يعني كتعطينا الحليب. ثم اخواتي كاين بعض الناقات والابناء ديالهم، منظر جميل كما كتشوفوا معايا هنا في الطريق ديال البوزنيقه. ها هو اخواتي الصغير ديال الناقه كيرضع يعني من الام ديالو، عاده باش غتعطينا الحليب ضروري انه كما قال لنا يعني صاحب الجمال ان ضروري انه خصو تيرضع منها الصغير ديالها، عاده باش غطلق لنا الحليب اللي غادي ضروري انكم تاخذوه طازج، يعني ما تفيضوش ما تطيبوش من الناقه الى يعني الاستعمال للشرب، باش كتنفعوا به اخواتي اخواني. ها هو اخواتي دابا يعني اخواني كيحلب لنا حليب الناقه كما كتشوفوا، بعد ما يعني خلى الطفل ديالو بالجانب الرضيع ديالها، يعني هي الصغير الناقه خلاه يعني في الجانب ديال الناقه. وهانتم كتشوفوا اخواتي انا خديت عندهم هذا الحليب وشربته، يعني عادي صحي ما فيه حتى شي اضرار، بالعكس صحي، هو مصدر رائع للعناصر الغذائيه المتكامله، يعالج لمرضى السكري، يقاوم الخلايا السرطانيه والاورام والاضطرابات المعويه، ويحتوي اخواتي على الصوديوم والبوتاسيوم، ويحمي من تخثر الدم والقضاء على مسببات التوحد، ويعالج الفيروس الكبدي سي. اخواتي وفيه فيتامينات، يعني فيتامين جي، بي 3 وفيتامينات اخرى، ويحتوي كذلك على الفوسفور والكالسيوم والبروتين، يعني مقوي. هانتوما اخواتي ها هو الصمغ
العربي، يعني العلك الصحراوي، خديت منه واحد القريعه كيدير 30 درهم. الحليب الليطر 70 درهم، ولا خديتو كاس يعني 20 درهم. ها هو اخواتي الحليب طازج، يعني خصكم تشربوه بحال هكا، ما تفيضوش باش يعني تستافدوا منه من العناصر ديالو الغذائيه المتكامله والغنيه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه. يلا اخواتي بارطاجيو مع الاصدقاء حتى تعم الافاده، وضغطوا على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. واستودعكم اخواتي في الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.